مساء الخير الأستاذ شرح. مرحبا اخويا. تحياتي الحضور، وتحية خاصة للشعب المغربي الشقيق، وتحياتي استثني الأحرار الجزائريين. وانت من اين؟ من اي البلاد انت؟ أنا من الجزائر يا شرح. للأسف أين وصلنا أستحي أقولها. للأسف أخي الشرعي، احنا اتكوينا بمنظومة فاسدة، منظومة خانت العهد وخانت إخواننا المغاربة. ما قدم محمد الخامس والحسن الثاني للثورة ولأجدادي ككريم بالقاسم وعبان رمضان وشعباني وخيدر ويت حمد وبوضياف وغيرهم وعميروش، قد خانوا العهد. ضباط فرنسا التي أتى بهم بوخروبة، هذه هي حقيقتنا، وتلاعب بأموال الشعب منذ هذه السنين، وقد أصبحنا نتشرد في دول العالم وتطاردنا أوروبا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، وحتى الدول العربية. سمعنا ماذا قالت دول الخليج وخاصة السعودية. يجب أن تكون لنا شهادة عقلية، وهذا أنا للأسف لما يطلع بعض المبردعين كما نقول يدافعون على النظام ومهاربين 50 بوطي 50 زورق يخرج من الجزائر. احنا الماء ما عندناش في 2025. انا ابن العاصمة، ابن القصبة وباب الواد، يسمعونني هنا. ما عندناش الماء بعد خرجنا على فساد بوتفليقة ولا وجدنا أفسد منه، وهما نفس الزمرة على كل حال، هما نفسهم 50 جنرال في السجون و50 يتنحرون، والقليل مع تبون، والآخرين هاربون بملفات سوداء للغرب مقدمون. هذه حقيقتنا. حقيقتنا أبناءنا وأطفالنا ونساءنا يأكلهم السمك في البحار، همهم الوحيد من الهروب من الوطن. ويأتي نظام الفاسد الكبرانات يوهمهم بأن العدو هو الشقيق المغرب الذي قدم الغالي والنفيس، وحتى دماءه الزاكيات موجودة في رمال يومنا الرائحة، وموجودة الذهب الذي قدمته من نساء المغرب، حتى الصكوك لي بون كما نقولوا بالفرنسية أعطتهم جبهة لا ألان قبل ما تكون لا فلان. وحتى أسماء الشهداء المغاربة موجودين فيما يسمينه بمقام الشهيد، لأنه أصبح من تحته كل حانات. لا أدخل في هذه التفاصيل، ولو تحت أنه ماذا؟ يعز في نفسي. لحظة. تحت الحانات. احنا حانات تحت المقام الشهيد توجد إلى الحانات، كثرة الحانات لكباري عزك الله. المشكل نحن في عود الشعب نتلاحم لكي نحرر أنفسنا ونحرر من كبرنات فرنسا، لكن يستغلون هذا النظام. فوتنا سنوات الجمر في التسعينات، كانوا يتلاعبون بأمرين، كانت الجهوية القبائل يريدون قسم البلد، والإسلاميين. من بعد ذلك عانينا ما عانينا في التسعينات، اليوم نعاني أكثر لأنهم صابوا اسطوانتين آخرتين، العدو الجار، والاسطوانة الشعارات نحن مع فلسطين، ولم نقدم ولو كوب من الماء لفلسطينيين، قدمنا إلى الشعارات. يا أخي عفوا، أبو من؟ ما هي كنيتك؟ اختار لك اسم، ما اسمك؟ أنار هو اسم صيغي. أسألك بالله، أنت جزائري؟ والله العظيم أنا جزائري، يعرفونني كثير من المغاربة، يقدروا يطلعوا يكلموك عليا. أنا أفوت في كثير ومعروف عند المغاربة ومعروف عند الجزائريين الأحرار. أنت قبائلي ولست مغربيا، عفوا، ولست جزائري. لا أنا قبائلي، ولو إنه ابن العاصمة الجزائر العاصمة، وأنا ولدت في حيبة بالواد. هذا الكلام الذي تقوله اعترافات خطيرة، أنا لم أرى جزائريا بهذه الجرأة. لا أنا أعترف وأقولها دائما، ويعرفونني المغاربة أقولها. أنا يعرفوك المغاربة، لكن هل يعرفوك الجزائريون؟ كثير، ويسبونني ويشتمونني كالعادة، لأننا حطمنا رقم سنسجل في كتاب جيست من الصب والشتم، لكن كاين كثير من الأحرار هما معي،
ويشهدون بأن ما نقوله أنا دائما في اللايفات مع إخواني الأحرار الجزائريين وإخواني المغاربة الأحرار، يعني لأنهم أنا طلبوا مني كثير المغاربة أن أصعد معك. أنا عندي 3 سنوات وأنا لم يكن لي شرف أن أصعد معك هذه المرة الأولى. طلبت يعني الأسبوع اللي فات لما كان رايد ابن بلدي رايد كان معك. أنا كنت عامل طالب ورائد يعرفني ويعرفوني الكثير من المغاربة الذي يعرفونك، هم طلبوا مني أن أصعد معك عدة مرات. الحقائق هذه هي يا أخي. أنا كباقي الجزائريين الأحرار احنا عندنا أكثر من 3000 أكثر من 300 سجين، منهم إبراهيم العلامي، محمد عبد الله، بن حليمة، عبلة قماري، أميرة قرماش، مالك رياحي، صهيب، إلياس الليج وغيرهم، قائمة طويلة. نحن اليوم ماذا أنجز تبون والزمرة تبون؟ أنجزت لنا 87 مكرر. إنها 87 ماذا؟ 87 مكرر. هو قانون لأن يتهمك بالكبابية، يوم تتكلم يتهمك بالكبابية وتصبح مسجون، وأنهم في هذه الأيام يريدون خروج قوانين أخرى يعني لنزع لنا الجنسية. من يتكلم تنزع له الجنسية. نحن اليوم كما قال بورقيبة في وقته، هدرنا كلمة أصبحنا في ظليمة، يعني لما نقول كلمة نصبح في ظلام. اليوم الجزائري إذا ما ماتش في واد الحراش يموت في البحار، إذا ما ماتش في البوطي، احنا نقولوا البوطي كالجزائريين نقولوا البوطي في الزورق، يعني إذا ما ماتش في البحار نموت في واد الحراش، إذا ما ماتش في واد الحراش أسجن في سجن الحراش، إذا ما ماتش في سجن الحراش أموت في الطرقات، لأن الطرقات مزرية، لأنه أكلوا أموال طائلة لكي يخدموا أي طرقات الآن عاملين لكم حكواتي داخل وسائل المواصلات، حكواتي يحكي لكم قصص ترفيهية. ما في يا أخي الشرع، نحن نعيش مآسي. شعبنا مستشفيات، لم نبني مستشفى واحد بعد خروج 63 سنة من الفرنسيين جامعي كمستشفى مصطفى باشا الموجود في العاصمة أو بني مسوس أو باب الواد. هادو يعرفونني الجزائريين ماذا أقصد، لأن ابن العاصمة. لم نبني يعني براج تاع الماء بعد 63 سنة. ليس لنا طائرات إطفاء النيران يوعدوننا. نحن هذا النظام قدم لنا الكوائت وقدم لنا قمع الجزائريين، وليس لنا حق بالكلام إلا يتهمك. لو عرضت يعني تعليق صغير نصف ساعة يكونون عندك، نصف ساعة. احنا اليوم أنت منذ 3 سنوات وأنت تهاجمهم، لم يسجنوك أحد. ما لا شيء، مانيش موجود في الجزائر أخي الشرع. أنت تقول لي أنا في الشارع الفلاني وأنا في العاصمة لا وأنا مش عارف إيه. لا أنا غير موجود في الجزائر حاليا، غير موجود في الجزائر، وهم لا يعرفونني. أنا يعني تهددت كما هدد كثير من الأحرار. عندي أصدقاء في سجون في الجزائر. هذه الحقيقة أنا كبرت في الجزائر وتربيت في الجزائر. هذه هي الحقيقة المزرية. احنا عندنا نظام شيوخ عدى السبعينات كلهم، وإحنا في الجزائر أكثر من 75% هم شباب. للأسف هذا الشباب خمروه وعقروه. منحة البطالة كانت مخطط للمهلوسات والمخدرات. اليوم في الجزائر لا يوجد الأمن، لأن هذا الشباب ضاع وقد أصبح يعتدي بالأسلحة البيضاء. كم من شاب توفي لأنه يخرج يقول لا تبيع تحت النافذة. احنا الحالة المسرية، الحالة ما حتى الحالة الأمنية، وأنا عندي يعني هذا كثير. احنا نفترض أنه مخطط. هذا النظام لا يعيش إلا بفساد المجتمع. لا يريد يكون له مجتمع مثقف، مجتمع لأنه سيحاسبه. هو يريد مجتمع منهار، مجتمع منخل عقليا كالسيد
اللي طلع يتكلم انا اعرفه، المهدي الذي طلع معك، طلع شحال مره معي في منصات. هذه هي حقيقتنا اخ الشرعي. ولو يقولوا انا احارب كل من يتكلم كلمه سوء عن اخواننا المغاربه، لان لا يعرفون ما قدم المغرب من تضحيات الملك محمد الخامس والحسن الثاني، واليد الممدوده اللي اعطاها محمد السادس، واللي اعطاهم فرصه. هل على فكره حتى لو تمدح المغاربه ليل نهار، هناك مغاربه لن يصدقوك، لا يثقون باي جزائري. لا كثير لا يعرفون المغرب، انا يصدقونني وانا مرحب بهم كلها. انت سيصعد عندك مغربي ويتكلم واحد واثنين ثلاثة، ممكن سيصعد ويكلمك عني. لا انا ما صعدش معك، ما تعرفنيش، يعني هذه حقيقه. يعني اول مره انت تستغرب الجزائري يتكلم كذا، وانا اتكلم دائما كذا. عندي 3 سنوات، اعطيك الاسماء: جبور يعرفني، ابراهيم يعرفني، عبد الرحيم يعرفني، امير يعرفني. هما عندهم منصات مغاربيه في المساء. كمال امير، اسال عني كمال امير، اسال عني ابراهيم، اسال عني جبور، اسال عني عبد الرحيم، اسال عني هما كثار عندهم منصه. عموما مشكور، شكرا لك. هذا رايك وانت حر فيه. هو لحظه، اتمنى ان تبقى لانه سيتحدث بعدك الاخ بيج بوس وهو جزائري، ربما سيخالفك في الراي. انتظر، تفضل يا بيج بوس. اسعد، مرحبا اخويا، الله يحفظك. الله يحفظك خويا. انا من محبين اسعد شرعي، جزائري لكن محب لاسعد شرعي. الله يحفظك. وطلعت معك في المنصه تاعك وتكلمت معك، لكن انا بغيت نقول لفارس، اسمه فارس، ما بغاش يقول لك اسمه. بغيت نقول لفارس ماذا به زعما يتكلم على نفسه. اذا كان جزائري انا ما قالوش الجزائريه تاعو. فارس مسيو، شكون فارس؟ انت فارس، نعرفوك مليح. انا فارس، ما تهرب لنا. انت فارس، ما تقاطعنيش راني في المنصه. ما تكذب، عندكم الاكاذيب، عندكم الكذب. نعرفوك فارس، كنت جندي نعرفوك بيان. انا نعرفوك فارس، انا سوفيان دي زاد، راك تعرفني. ما تقاطعنيش برحمه الوالدين، ما تقاطعنيش. بالله لم اسمع عنك يوما يا ولدي. تا ما فارس، ربي يهديك، راك فاهمني. ما تكلمش باسمنا، تكلم باسمك انت والجماعه تاعك. احنا ما تكلمش باسمنا. انا ما شاكين. يا ولدي انا عندي ما شاء الله. عندي في اوروبا وتمدح في الطغاة. خويا تكلم على نفسك، انا واش دخلني؟ انا عامل حقك تتكلم على نفسك، ما تكلمش علينا، ما تكلمش باسمنا. تكلم على نفسك وتكلم على الجماعه تاعك. في البحار نساءنا التي تسجن وشبابنا الذي يسجن، وعندك كبرانات فرنسا يا ولدي سمعت الملك محمد السادس. اسمع لي نهبوا اموال الشعب الجزائري. فارس خلينا نهضروا. يا اسعد قول له ما يقاطعنيش. لحظه الاخ أنر لو سمحت لا تفتح الميكروفون، دعه يأخذ وقته في الكلام كما هو استمع إليك ولم يقاطعك. لو سمحت أنر، وسأعطيك حق الرد بعد الأخ بيج بوس. هو بيج بوس يتحدث باحترام للأمانة، ولذلك لا تقاطع لأنه لم يقاطعك. كمل. شكرا أنر، تفضل يا أنر. معليش. أولا شكرا أستاذ سعد. أولا أنا أؤكد لك أستاذ سعد، هذا مبعوث لي، وأنا عمري والله العظيم ما كنت جندي، وعمري ما اشتغلت جندي ولا اسمي فارس. هذه اولا، هذا مبعوث من المخابرات، مبعوث من المخابرات. ثانيا هو يقول لك من يتكلم على بلادي. انا لا اتكلم على بلادي، انا اتكلم على الاشخاص الفاسدين. اسكت انا اتكلم. انا ماشي مخابرات. اشكالكم مستفيدين من قهر الجزائري الذي يموت في البحار ويعد في السجون ويخب رجال ونساء. وعندك وليد نقيش، عندك بن حليمه. اعطيه الاسامي نعرفوهم وكانت في الاعلان، لا اقولها يعني خياليا. نحن والله يا أخي الشرع، أنا جزائري من العاصمة ونعاني معاناة. الجزائري يعاني معاناة ضنكة، من يتكلم كلمة يصبح في ظليمة. احنا الحقيقة هادو ناس كانوا من الستينات هما في الحكم،
شيوخ تاع الثمانينات موجودين في الحكم، واحنا شبابنا ومثقفينا والنخبه تهرب من البلد، فارغه البلد. احنا اليوم حتى الناس اللي عندهم اموال يصبون في تونس ونذهب نعالج في تونس، يصبون في تونس ونذهب نستحمم في تونس، يصبون في تونس ومؤخرا يستارون العجلات من تونس. نحن لم نصنع شيء، احنا لم نصنع، ليس لنا اقتصاد إلا نهب الأموال. والشعب يعيش كيف بالله عليك يعطي 200 مليون دولار لبيروت؟ بيروت أجمل عواصم. لو ترى العاصمة الجزائرية، هو بنايات العثمانيين قد يعني رابوا. البناء الفرنسي، أعطيك أحياء في العاصمة كلها انهطرت. إن عندنا جمهورية جميلة وهي سويسرا في أخبار ثمينة، هي نادي صنوبر كليب دي بان ولا المرادية، هادو عايشين فيهم، أبنائهم يعيشون كلهم في الخارج. أذكر لك الأسماء، احنا وزراء من السبعينات ليومنا كلهم عندهم شهادة الإقامة، وعندهم أبنائهم عندهم الجنسية. مؤخرا وزير المجاهدين توفي في مستشفى في فرنسا. كلهم يبكون على فافا، ولما تكلمهم يقول لك الخونة من ينهب الشعب، من جوع الشعب، لم يبنوا اقتصاد. هو حالهم عندهم رصود بنكية وشارين عقارات في باريس وغيرها من الدول. هذه هي الحقيقة. المنظومة تاعنا تبعت لك أمثال هؤلاء اللي يخدموا في المخابرات وتصرف أموال طائلة. السي الشرعي 25 مليار وزارة الدفاع، ولا نصنع حتى رشاشة. نعرف بأن تركيا عندها ميزانية أقل بكثير، وإيران رغم حصارها وتصنع أسلحة وتبيعهم. احنا اشترينا خردة روسيا لكي نعمل لها إشهار بالمجان، واليوم روسيا أعطت لنا ظهرها، لافروف أعطانا ظهرها. اليوم حقوق الإنسان أخرجونا من ماذا؟ سمعت بالسيناتور الجزائري اللي هرب للبرلمان الأوروبية يشتكي من ظلم هذه. يعني لو تكلمت لا أنتهي من الظلمات التي توجد في بلادي. للأسف مهما كان. احنا وقت بوتفليقة خرجنا في الحراك 2019-2020 على الفساد والظلم، وأصبحنا أظلم وأفسد مما كنا. بالله عليك، من يسمي نفسه قرة والقوة الضاربة، ليس لنا حتى قطاع الغيار. ليس لنا حتى أن نشتري سيارة جديدة. لم نصنع حتى العسكر الذي يتباهى ب25 مليار، لم يصنع حتى سيارة مدنية. بالله عليك، هذه هي الحقائق. نستورد كل شيء ولم نصنع شيء. حتى في السبعينات كانت بعض الصناعات، وكانت المستعمر خلى بنية تحتية. اليوم لا يوجد شيء، يستوردون كل شيء لكي يضخموا الفاتورات. البنايات لما يطلع الجزائري يقول لك عندي سكن بطل. ما هو السكن المدغول؟ شفنا الكوائد بدأت تريب هذه السكنات، بناها الأتراك وبناها بعض الصينيين، وكانوا ياخذوا رشاوي تحتها ليضخموا الفاتورات. هذه هي الحقيقة. الجزائري يعاني من كل شيء. يقول لك عندنا الصحة مجانا، ليس حقيقة مجانا، لأنك لما تروح يكون لازمك تستعمل لا راديو ولا سكانر ولا ليرام، يقول لك غير موجود، يبعتك عند البريفي، عند الخاص، لكي تدفع الأثمنة. حالات المستشفيات مهرية، حالات المدارس مهلية. أما العدالة أحدثك ولا حرج، ما نسميها عدالة التليفون، عدالة الشكارة، عدالة الأموال. هذه هي حقيقة الجزائر. وأنا أتكلم لأن أنا ما أعمله قطرة في بحر بالنسبة لإخواني الذين هم في السجون كعبلة قماري وغيرهم من رجال ونساء مظلومين. حتى النخب ليس لها الحق الكلام، حتى الأحزاب المعارضة كلها حصروها. هذه هي الحقيقة. هذه حقيقة. احنا لو أرجع للتاريخ، احنا الشهداء بدأوا يتصفوا من 54. احنا أعلم ماذا عملوا بن مهيدي وعبان رمضان وخيدر. هذه هي الحقيقة تاعنا هي بوخروبة. لما دخل من وجدة، دخل عمل انقلاب على الحكومة الانتقالية وسالت الدماء. أنا ذاك قال الشعب 7 سنين بركات، 7 سنين كفى، 7 سنين كفى. وخذا الحكم وحط بن بلة. بعد بن بلة دار عليه انقلاب،
ونص شيء أنت تعلم التاريخ، لا أرجع لتاريخ. والحقيقة التاريخ الماضي اللي احنا اللي رانا ندفعوا الثمن. كيف، كلمة أخيرة بالله عليك، هل رأيت، تعرف في فيتنام مات عندها 3 ملايين ونصف شهداء لا يتغنون بالشهداء، ونعرف الشهداء هذه قصيدة جمال عبد الناصر. يكفينا أكذوبة في التاريخ. الماضي مزور والحقيقة كائثة والحاضر كائثة. هذه هي الحقائق أخي الشر، وتحياتي. والله يا أخواني أنه يتكلم بحرقة عجيبة. الرجل يتكلم بحرقة تجعلنا ألا نشكك، لأنه كما يقول مغربي ولا حاجة. بيتكلم بحرقة فظيعة جدا، وأنا حبيت أني أختم بها هذا اللايف.